السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم من جديد وعليكم عام الأنباء. ولكن قبل البدء ندعو حضراتكم بالاشتراك في القناة. حادث انقلاب سيارة بالبحيرة وعدد من المصابين جراء الحادث. تعالوا نتعرف. شهدت محافظة البحيرة 4 حوادث تصادم أسفرت عن إصابة 4 أشخاص ثم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتولى النيابات العامة المختصة التحقيق. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد من انقلاب سيارة ملاكي من بوابة الكلمات بمنطقة الطفيح المسفورة عن إصابة قائدها وتم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي لإسعافه. وكما أصيب شاب نتيجة اصطدام سيارة بدراجة نارية وتم نقله للمستشفيات لتلقى العلاج اللازم وإزالة آثار الحادث. وفي منطقة الصف انقلبت دراجة بخارية مما أدى لإصابة قائدها وتم نقله لمستشفى الصف المركزي لإسعافه. وأصيب شخص نتيجة انقلاب دراجة نارية بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. وبكده نكون انتهينا بحضراتكم من هذا الخبر. لو عجبكم يا ريت ما تنسوش الدعاء للمصابين بالشفاء العاجل يا رب العالمين والوفيات بالرحمة والمغفرة. وإلى اللقاء في فيديو آخر وكل عام وحضراتكم بخير.